السلام عليكم متابعي قناة يوم الرياضة. يعاني نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي من إصابة جعلته يغادر معسكر المنتخب الأرجنتيني بعد الخسارة أمام فنزويلا في لقاء دولي ودي بنتيجة 3-1، بينما سيغيب النجم الأرجنتيني عن الفريق الكتالوني الفترة المقبلة. فوفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني، فإن ليو ميسي كان يعاني من آلام في الحوض قبل الانضمام إلى المنتخب الأرجنتيني، ورغم ذلك شارك ضد إشبيليا وريال بيتيس وريال مدريد وهو يعاني من هذه الآلام. وقالت الصحيفة في تقريرها أن ميسي سوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين أو أكثر قبل استئناف التدريبات مع الفريق، حيث يتطلع اللاعب ليكون في جاهزية تامة قبل موقعة مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي قد يضيع مباراة ذهابها على ملعب الأولد ترافورد. وكانت العديد من التقارير قد أكدت بأن ليونيل ميسي عانى أيضا من انزعاجات في عضلة العنة، الأمر الذي جعله يغيب عن مواجهة المغرب الودية التي ستقام يوم الثلاثاء. إصابة من شأنها أن تعقد مهمة البارسا في المنافسة على الجبهات الثلاث هذا الموسم. كشف المدرب البرتغالي جوزي مورينيو المدير الفني السابق لعديد الأندية الأوروبية عن الناديين المرشحين لحصد دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويرى سبيشال وان أن يوفنتوس وبرشلونة هما الفريقان الأكثر ترشيحا لحصد دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث قال: هناك رونالدو وميسي بالتأكيد، مع امتلاك الفريقين خبرات كبيرة داخل الملعب وشخصية قوية في المباريات الحاسمة، لذلك هما الأقربان لبلوغ النهائي وتحقيق أحدهما للقب. في حين أشار البرتغالي إلى قوة الفرق الأخرى كالسيتي وليفربول، لكنهم لا يملكون الخبرة اللازمة من وجهة نظر مورينيو مقارنة ببرشلونة ويوفنتوس.